خلاص؟ لا لا، ما تقعدوش تفتولنا في الدين. المرأة مأمورة بطاعة زوجها، مأمور، وهو كمان يأمرها ان هي ما تخرجيش ما تخرجش. لو قال لها ما تخرجيش، بس احنا ما فيش التعنت ده النهارده في الزمن، لكن لو قال لها ايه، انا عايزك دلوقتي تبقي موجوده، تقعد. ده لو صايمه يا ستي، صايمه ودون اذن زوجها لا يقبل منها. ده لو صايمه وزوجها رجع من شغله فجأة وطلبها للعلاقه الحميمه، واجب عليها تفطر. لا. ها؟ بس مش في رمضان. مش في تطوع. صيام تطوع. واجب عليها تفطر. لا. لو صامت من غير اذن جوزها وجه خرج من الشغل تعبان وجه قال لها انا محتاجك واقعدي جنبي وكذا، واجب عليها تفطر. فانت بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في احنا كده بنهد بيوت. مظبوط. احنا كده مش بنمشي البيوت على الاسس الصحيح السليم. لا، احنا عارفين ان طريق جنة المرأة زوجها، ان هو لما تطيعه تدخل الجنة. ايام امرأة باتت وزوجها راض عليها دخلت الجنة. وتقولي لي تروح تبات بره؟ تبات فين؟ تبات فين حضرتك؟ لا معلش عايز اعرف. تبات عند والدتها مثلا؟ تقولي لي كده يعني عندها ظرف استثنائي؟ تبات عند اختها عشان عيانه ومريضه وهو سامح لها؟ معلش، لكن مش ملزمه. تبات في بيتها بتاع الزوجيه وفراش الزوجيه تبقى ناشز، ما يصرفش عليها، من حقه ما يصرفش عليها لو خرجت عن طوعه وباتت بره. ده دين جديد صح؟ ولا انت بتقولي ايه؟ لا اصل انا بسمع الكلام ده لاول مره، انا ما سمعتوش. الحته الاخيره دي ما جاتليش والله. ما جاتليش والله. ده دين جديد. احنا هنفضل نهد في ثوابت الدين لغايه امتى؟ خدي بقى راي الدين وراي الست الرجعيه التقليديه. طاعه الزوج من طاعه ربنا. وكنت اتمنى زوجي رحمه الله عليه يكون موجود النهارده، وانا اثبت لك واقول لك لغايه اخر دقيقه قبل ما يتوفى من كام شهر وانا كنت تحت رجليه وطلباته كلها مجابه، وانا ست ليا مركزي وليا يعني وضعي في المجتمع، مش بس داعيه، انا بشتغل في اكتر من حاجه، ومع ذلك بقف في مطبخي وبعمل طلباتي وبأدي المطلوب مني على اكمل وجه، لان هو ده الصح، هو ده الدين، هو ده اللي اتربينا عليه، هو ده الاسلام.